ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان قصص الرعب وحشتكم، وانتوا الصراحة مش بتحبوا تسمعوا اي قصص رعب، انتوا بتحبوا تسمعوا قصص الرعب المخيفة. فالقصة بتاعت النهاردة من القصص اللي انتوا بتحبوها، لكن انا عايز انبهكم على حاجة مهمة قبل ما ابتدي احكي القصة دي. القصة دي من القصص اللي هي نهايتها مفتوحة او نهايتها مجهولة، عشان محدش يقول احنا عايزين جزء تاني من القصة او عايزين تكملة القصة. انا هحكي لكم القصة زي ما هي، لكن كل ما في الامر ان نهايتها مجهولة. نهاية القصة دي متسابة لخيال المشاهد او خيال المستمع، وممكن انتوا تشاركوا في التعليقات في كتابة نهاية للقصة دي، واكتر كومنت او اكتر تعليق هياخد لايكات هيتم تثبيته في اول التعليقات في الفيديو ده، وهقول اسم صاحب التعليق في الفيديو الجاي ان شاء الله. وعشان اكون صريح معاكم، ممكن القصة دي تكون اتقالت في مواقع او قنوات تانية، لكن الصراحة القصة دي قصة مرعبة جدا وممتعة ومخيفة، واحداثها قريبة للواقع. المهم قبل ما ابتدي الفيديو ده، بشكر كل الناس اللي بتدعمني سواء بلايك او بيشيروا الفيديوهات، او الناس اللي بتدعمني حتى بالكومنتات الحلوة. ولولا الناس اللي بتدعمني وتشجعني دي، كان الواحد بطل فيديوهات من زمان. يعني الصراحة انا الفترة دي انا نفسي اخد اجازة لمدة شهر. الفترة اللي فيها تقلب الفصول دي حاجة خانقة جدا. يعني الصراحة انا نفسي افصل دماغي عن التصوير شوية وعن المونتاج وعن المجهود ده كله. لكن اللي بيشجعني ارجع اصور تاني، الاقي الناس اللي هي بتقول لي انت فين؟ احنا وحشنا فيديوهاتك، انت بقالك فترة اتأخرت علينا، احنا خلاص ادمنا الفيديوهات بتاعتك مش عارفين ننام من غيرها. فالصراحة الناس دول هم اللي بيشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تاني وتالت ورابع. فعشان كده ان شاء الله لو اتفرجتوا على الفيديو ده وعجبكم، ما تنسوش ان انتوا تعملوا له لايك، ولو انتوا مش مشتركين في القناة دي واول مرة تشوفوها، ما تنسوش تفعلوا الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة في ميعادها. وهتلاقوني سايب لكم لينك صفحة الفيس موجود في وصف الفيديو تحت، لو حد عنده قصة مرعبة او حد عنده قصة غامضة او حد عنده اي استفسار ممكن يبعت لي على الرسائل بتاعت صفحة الفيس. خلاص كده كلكم مستعدين؟ يلا بينا نبتدي الحكاية. بيقول صاحب القصة: كنت متضايق جدا ان حماتي هتسيب بيتها وتقعد عندنا 10 ايام. انا مش فاهم ليه بصراحة. انا بحب اخد راحتي في بيتي، وما بحبش اي حد يكتم حريتي ولا يكتم على نفسي. قلت الكلام ده لمراتي وحسيت انها زعلت مني، قالت لي خلاص يا حبيبي هقول لها ما تجيش. فانا كده حسيت ان انا هلبس في نكد، الله اعلم هخلص منه امتى. وللاسف سلمت للامر الواقع. ظبطنا لها اوضه الاطفال عشان تبات فيها، بما اننا لسه متجوزين جدد بقالنا 5 شهور ومفيش اطفال. وجت حماتي ومعاها شنطه هدومها، ومن اول يوم دخلت فيه البيت قفلت على نفسها اوضتها وفرضت على نفسها العزلة التامة. اول يوم ليها في البيت كنا بنخبط على اوضتها عشان تطلع تاكل معانا، لكنها كانت بتقول انها مش جعانة. في الاول انا قلت عادي وطبيعي لانها مكسوفة، مع اني مش فاهم لما هي مكسوفة ليه سابت بيتها وهتقعد هنا تشرفنا وتأنسنا 10 ايام بحالهم. لكن ما علينا. الغريبة ان الوضع ده استمر 3 ايام بحالهم لحد ما بدأت اقلق. الست دي عايشة ازاي 3 ايام بحالهم من غير اكل؟ فلما سألت مراتي على الموضوع ده قالت لي اكيد ماما جايبه معاها اكل في الشنطه، مش معقول هتعيش من غير اكل. انت عارف يا حبيبي ماما حساسه قوي، دي ما بتعملش اي صوت طول ما هي في البيت زي النسمه، ولا في اي حد بيحس بيها. فانا قعدت افكر في كلام مراتي ده وقلت ماشي منطقي، ممكن يكون الكلام ده، جايبه معاها اكل في الشنطه وبتاكل منه طول الايام دي. لكن برضو ازاي انها تقعد 3 ايام ما تخرجش بره الاوضه؟ انا حتى ما شفتهاش طوال ال3 ايام دول خرجت وراحت الحمام. طب الحكايه دي هي بتعملها ازاي؟ طب بتعملها مثلا في الكومودينو ولا تحت السرير؟ صحيح والله يا جماعه الست دي بتعمل البيبي فين؟ لكن لما جه اليوم الرابع هنا ابتديت اقلق زياده، وقلت اكيد الست دي بتعمل حاجه مريبه في الاوضه ومحدش عارف هي بتعمل ايه بالظبط. طول الليل سامعها بتتكلم مع حد بس مش قادر افهم الكلام اللي بتقوله. وطبعا المدام عندها تفسير جاهز، انها بتتكلم في التليفون طول الليل. بس هل من المنطقي ان حد يتكلم في التليفون طول الليل من غير ما يفصل ولا ثانية واحدة؟ المهم نزلت اصلي الفجر زي كل يوم، لكن الكهرباء قطعت وانا نازل على السلم، فولعت كشاف موبايلي عشان اقدر اشوف. ولما طلعت من البيت لقيت المنطقة كلها كحل، ماشي في الشارع ومش شايف حتى كف ايدي. وانا في الشارع لمحت ضوء غريب طالع من اوضة حماتي. انا مش عارف النور اللي طالع من اوضتها ده نور شمعة ولا نور فلاش. كان طالع من الاوضة عندها اضاءة عالية جدا. فرجعت بسرعة تاني وطلعت البيت عشان اشوف ايه اللي بيحصل. ولما قربت من اوضة حماتي
سمعت صوت تلفزيون شغال، وكل الكلام ده حصل ومراتي نايمة. وطبعا لما صحيت انا ما حكيتلهاش، لان انا لو حكيت لها هلاقي عندها تفسير منطقي للكلام ده. ممكن تقولي دي جايبة تلفزيون معاها في الشنطة، ولا بتتفرج مثلا على الموبايل بتاعها على تمثيلية ولا على فيلم. فريحت دماغي وما حكيتلهاش عشان ما اسمعش تفسيراتها الجميلة دي. وفي خامس يوم على وجود حماتي في البيت عندي، وبالتحديد الساعة 2 بالليل، الكهرباء قطعت للمرة التانية. وطبعا المنطقة كلها اللي احنا ساكنين فيها اتحولت لظلام دامس، وبرضه أوضة حماتي هي الوحيدة اللي منورة. وفي الوقت ده كنت واقف في المطبخ بعمل لي كوباية شاي، لكني اكتشفت ان السكر خلصان. وفضلت ادور هنا وهنا في المطبخ على كيس السكر ما لقيتش. فجأة مراتي دخلت المطبخ من غير ما تتكلم، وفتحت درج من الادراج وطلعت منه كيس سكر واديتهولي، ولقيتها بتقولي في الاخر اتفضل يا حبيبي. وبعد كده رجعت اوضتها تاني، والدنيا كانت ضلمة سواد، لكني كنت قادر اشوفها من النار اللي طالعة من البوتاجاز. لكن بعد كده في حاجة صغيرة انا لاحظتها، ان اللي ادتني كيس السكر ده مش مراتي. لا ده شكلها ولا ده صوتها، ولا حتى اللي دخلت عندي المطبخ دي تبقى حماتي. وبعد ما قعدت افكر عرفت مين اللي دخل المطبخ عندي. اللي ادتني كيس السكر وخرجت دي كانت امي الله يرحمها. ايوه، اللي انا شفتها دخلت المطبخ دي تبقى امي الله يرحمها. انا متاكد وما اقدرش اتلخبط في حاجه زي كده. حتى الجلابيه اللي كانت لابساها دي كانت اخر جلابيه لابساها قبل ما تموت، نفس الجلابيه اللي كانت لابساها لما جات لها الازمه القلبيه وما لحقناش ننقلها للمستشفى وماتت. وفي اللحظه دي انا كنت متاكد ان وجود حماتي يوم كمان معانا في البيت هو خطر، وخطر كبير قوي. الست دي لازم تسيب البيت فورا، بس قبل ما تسيب البيت انا لازم اعرف هي بتعمل ايه في الاوضه لوحدها. بس انا هعرف ازاي هي بتعمل ايه وهي خلاص احتلت الاوضه ومش عايزه تطلع منها ولا تسيبها؟ بقالها 5 ايام ما بتطلعش بره الاوضه نهائي ولا بتدخل الحمام. انا لازم ادخل الاوضه دي وافهم ايه اللي بيحصل جواها بالظبط، بس ازاي هدخل الاوضه وهي ما بتخرجش منها نهائي؟ فضلت افكر في طريقه ازاي اخليها تخرج بره الاوضه ولو ساعه واحده بس، عشان اعرف ادخل جوه واعرف هي مخبيه ايه. وهنا جات لي فكره كويسه. استغليت حكايه الفيروس اللي هو منتشر في البلد، وقلت لمراتي وحماتي ان هجيب شركه من الشركات اللي هم بتوع الرش او بتوع التعقيم عشان يجوا يعقموا البيت. وفي الوقت اللي هتيجي فيه الشركه عشان ترش مواد كيماويه جوه البيت ما ينفعش هم يكونوا قاعدين جواه. وبالفعل اقنعتهم انهم يقعدوا نص ساعه بس عند مدام رشا اللي هي في الشقه اللي قصادنا، عقبال بس ما الشركه تيجي وترش البيت ويمشوا. المهم بعد كده مراتي وحماتي خرجوا وراحوا عند الجيران اللي قصادنا، ولما الراجل بتاع الشركه جه عشان يرش الشقه خليته يرش في الصاله الاول. وانا في اللحظه دي ما صدقت دخلت اوضه حماتي عشان اكشف صندوقها الاسود. واول ما دخلت الاوضه بتاعتها كانت الصدمه. لقيت كتب قديمه كتير جدا مرميه في كل مكان في الاوضه، ولقيت مخطوطات مكتوبه بخط الايد على جلد الحيوانات، مخطوطات غريبه مكتوبه بارقام وحروف عربيه لكن بلغه غير عربيه. ولقيت مخطوطات تانية مكتوبه بلغه عامله زي اللغه اللاتينيه ولغه تانية عامله زي اللغه الهيروغليفيه. ولقيت بواقي شمع سايح على ارض الاوضه، وشفت صور ناس قديمه جدا. تقريبا الناس اصحاب الصور دول ميتين، اغلبها صور بالابيض واسود. فهنا اتاكدت ان الست دي ساحره، وإنها طول الوقت وهي قاعدة في الأوضة بتمارس السحر الأسود. لكن الحاجة اللي خوفتني أكتر من كل ده مش موضوع الكتب ولا موضوع جلد الحيوانات اللي مكتوب عليها ولا الشمع السايح اللي على الأرض. الحاجة اللي خوفتني أكبر من الكلام ده كله لما فتحت الشنطة اللي معاها لقيت فيها جماجم بشرية، وجيت أعدهم لقيتهم بالظبط 11 جمجمة. والحاجة الأغرب إن كل جمجمة من الجماجم مكتوب عليها اسم صاحبها أو اسم صاحبتها. وفضلت أقرأ الأسامي اللي عليهم: دسوقي، زينات، رجب، دلال، عتمان، زينب، فايق. وآخر جمجمة كان مكتوب عليها اسم خديجة. لكن لما قريت أسماء الأشخاص اللي مكتوبين على الجماجم دول هنا خطر في بالي حاجة خطيرة جدا، وقلت يا رب اللي في بالي ده ما يكون صح ويكون مجرد صدفة. أنا أعرف 3 من أصحاب الجماجم دول: رجب خالي، وعتمان جوز خالتي، وخديجة أمي.
تفتكروا ان الموضوع ده مجرد تشابه اسماء، وتفتكروا انها صدفة ان اشوف امي هنا في البيت بعد وفاتها ب 13 سنة، وصدفة ان الاقي في البيت عندي جماجم باسم امي وخالي وجوز خالتي. وبعد ما شفت المنظر ده اترعبت اكتر ما كنت مرعوب، وزاد خوفي وقلقي من الست دي ومن اللي بتعمله. المهم رجعت كل حاجة في مكانها زي ما كانت بالظبط، وخرجت من الأوضة وقفلت الباب ورايا. في الوقت ده الراجل بتاع الشركة كان خلاص خلص تعقيم، وبعد ما حسبته ومشي قلت أنا لازم أعمل مشوار مهم جدا عشان أتأكد إن اللي في دماغي صح. لكن الأول عديت على شقة مدام رشا عشان أخد منها مراتي وحماتي قبل ما أنزل، فضربت الجرس عند مدام رشا وفتحت لي الباب. قلت لها خلاص ممكن تقولي للجماعة إنهم يرجعوا الشقة تاني عادي. ولما مراتي وحماتي رجعوا الشقة قلت لمراتي أنا رايح مشوار صغير ومش هتأخر. وأول ما قفلت باب شقتي ولسه نازل على السلم سمعت مدام رشا وهي عمالة تنادي عليا بصوت واطي. فقلت لها أيوة يا مدام رشا أموري، عايزة حاجة؟ قالت لي أنا عايزاك في حاجة مهمة. قلت لها خير. قالت لي بس الصراحة أنا مكسوفة منك وخايفة لا تزعل مني. فقلت في بالي أكيد مصيبة من مصايب حماتي. المهم قلت لها خير في إيه؟ قوليلي مش هتضايق ولا حاجة. فقالت لي هي الست الكبيرة اللي مع مراتك دي تبقى حماتك فعلا؟ قلت لها أيوة فعلا حماتي. قالت لي بص أنا عارفة إن اللي أنا هقوله ده كلام غريب ويمكن أنت ما تصدقهوش. أنت عارف إن الشيخ مصطفى جوزي معالج بالقرآن، وياما ربنا كتب لناس كتير الشفاء على إيديه من المس والسحر والأعمال، وحالات كتير هو عالجها لوجه الله من غير ما ياخد ولا مليم. فرديت عليها كده وانا قلقان من جوايا، قلت لها عارف يا مدام رشا عارف، بس ايه علاقة حماتي بالموضوع ده؟ فقالت لي حماتك يا استاذ محمد وراها سر غريب الله اعلم ايه هو، بس الشيخ مصطفى جوزي بيقول ان الست دي ميتة، وان اللي كانت قاعدة معانا في الشقة دي مش حماتك، ده شيطان متجسد في صورتها. طبعا بعد ما سمعت الكلمتين دول من مدام رشا حسيت اني مش متزن، حسيت كأن الارض بتلف بيا، وابتديت اراجع في دماغي كل تصرفات حماتي الغريبة. ازاي انها كانت قاعدة الفترة دي كلها من غير اكل ولا شرب، ومراتي كانت تقول لي دي معاها اكل في الشنطة اللي معاها، لكني لما دخلت الأوضة عندها وفتشت في الشنطة بتاعتها وحاجتها لا لقيت لا أكل ولا شرب، ده أنا ما لقيتش حتى إزازة مية. استحالة يكون في إنسان يقعد الفترة دي كلها من غير ما ياكل ولا يشرب. بس أنا برضو ما شفتش قبل كده في حياتي أموات بتتكلم، وابتديت أفتكر الظروف اللي أنا اتعرفت فيها على مراتي. أنا ما كنتش أعرفها كويس، ما كنتش أعرفها خالص قبل كده. كل اللي حصل إن أنا في يوم كنت سايق عربيتي ورايح بيها الشغل، وكنت نازل من البيت متأخر وكنت مستعجل شوية، وخبطت واحدة بالعربية وخدتها على المستشفى. كان دراعها مكسور من الحادثة، لكن غير كده كان بقيت جسمها سليم مفهوش حاجة. بعد كده فضلت أزورها في البيت أكتر من مرة لحد ما اتعرفت على أمها اللي كانت بالفعل ست غريبة جدا. كانت ست غامضة وكلامها قليل جدا، ونظرتها ليا كانت غريبة وفيها قوة كده غير مفهومة. الصراحة أنا ما كنتش برتاح لها من أول ما شفتها، لكني حبيت بنتها وخطبتها 6 شهور وبعد كده اتجوزنا. ما كنتش أعرف حد من أهل مراتي غير أمها بس، ودلوقتي أنا لازم أعرف حكاية الجماجم دي إيه، وأعرف هل اللي أنا فهمته ده صح زي ما أنا معتقد ولا أنا غلطان. وانا في الطريق اتصلت بعم حسين الغفير اللي هو بيحرس مقابر عيلة امي، وطلبت منه يجهز المفاتيح بتاعة التربة. فلقيته بيسألني اذا كان عندي حالة وفاة ولا حاجة. قلت له لا الحمد لله ما عنديش حالة وفاة، بس انا شاكك ان في ناس بييجوا يسرقوا العظم من عندنا في التربة ويطحنوه ويعملوه مخدرات. وطبعا انا كنت بقول له الكلام ده اي كلام كده وخلاص عشان يفتح التربة، ما هو انا ما عنديش اي حالة وفاة، الراجل هيفتح التربة ليه؟ لازم اقول له على سبب مقنع عشان يفتحها. وبعد ما وصلت التربة ونزلت تحت أول حاجة فتشت فيها هو الكفن بتاع أمي. الكفن كان مفتوح ومفيش فيه غير عمود فقري من غير راس، الراس كانت مقطوعة منه. ونفس الكلام بالظبط لقيته في قبر خالي وقبر جوز خالتي. ال3 جتت الجماجم بتاعتهم ما كانوش موجودين، ال3 جتت الجماجم بتاعتهم ما كانوش موجودين في مكانهم، لأنهم ببساطة موجودين في مكان تاني اللي هو عندي في البيت. وروحت في اليوم ده وانا مصمم ان افهم ايه اللي بيحصل، بس قررت ان انا ما اكونش لوحدي.
فاتصلت بصديق ليا اسمه كرولوس، كان لسه راجع من أمريكا بقاله أسبوعين، وكرولوس كان الوحيد من ضمن أصحابي اللي هو مهتم بالظواهر الغريبة والسحر وتناسخ الأرواح وعبادة الشيطان والحاجات دي كلها، وبيكتب في مجلات في أمريكا وبيعمل أبحاث عن الحاجات دي. فاتصلت بيه على التليفون وحكيت له على القصة كلها. فكرولوس قال لي إن في منظمة ظهرت في أمريكا وكل أفرادها بيعبدوا الشيطان وبيقدموا ليه قرابين بشرية، والأمر بيوصل إنهم بينتحروا والشيطان يسكن في أجسادهم عشان يمنحهم الخلود ويخليهم يعيشوا وسط الناس مدى الحياة، وبيعيشوا وسط الناس عشان يحققوا أهداف لوسيفر اللي هم بيعبدوه. وحكاية الجماجم اللي حماتي بتستخدمها دي فده طقس من الطقوس اللي كانت بتحصل برضه في أمريكا، اللي هي طقوس استدعاء أرواح الموتى وتسخيرهم. فقلت له طب كل ده بيحصل في أمريكا مش في مصر؟ فقال لي مش بعيد إن في ناس بيمارسوا النشاط ده في مصر، وإن حماتي من ضمن الناس دول. فاتفقت مع كرولوس ان انا هروح البيت الاول وهو يحصلني كانه جاي يزورني، وبعدين اشوف اي طريقه اخرج بيها حماتي بره الاوضه وهو يدخل اوضتها ويشوف الحاجات دي كلها بعينيه. وروحت البيت ولقيت مراتي مستنياني على الغدا زي عوايدها، لكن الغريبه المره دي لقيت حماتي قاعدة معاها بره في الصالة. حاجة غريبة جدا، أول مرة أشوفها تطلع من نفسها بره الأوضة مش عوايدها. ولقيتها بتطلب من مراتي إنها تسيبنا عشان كانت عايزة تقعد لوحدها معايا، وطبعا مراتي ما نفذتش الطلب ده بسهولة، لكن في النهاية دخلت جوه وسابتني مع مامتها. وبدأت حماتي تتكلم وقالت لي ما ينفعش دلوقتي إن احنا نخبي على بعض، خلاص انت دلوقتي عرفت كل حاجة وعرفت انا مين، لكن اللي انت ما تعرفوش انا هنا بعمل ايه، ولا تعرف طبعا ايه حكاية الجماجم اللي انت لقيتها في اوضتي. انا هفهمك كل حاجة. انا لوسيفر حامل الشعلة المقدسة، انا في ناس بتعبدني من آلاف السنين وعايش جوه اجساد ناس كتير انت بتشوفهم وبتتعامل معاهم، لكن انت ما تعرفش ان الناس دول اموات وانا اللي بحركهم. أنا موجود في العالم عشان أحرر سكانه من الموت وأوهبهم الخلود الأبدي. أمك و10 أشخاص تانيين من ضمنهم أخوها وجوز أختها كانوا أعضاء منظمة سرية اسمها منظمة ال11 أخ، والمنظمة دي كانت بتحارب عبادة الشيطان في مصر وبتحرض الناس ضدنا، وأنا كنت لازم أكسب حربي في النهاية. والجماجم أنا بستخدمها في تحضير أرواح أصحابها. إحنا دلوقتي بنمتلك جيش من الأرواح مجندين لخدمة أهدافنا، وأنا موجود هنا في العمارة دي عشان العمارة دي اتبنت فوق قبر واحد مهم جدا من عبدة الشيطان، والراجل ده مدفون هنا من 450 سنة، وروحه ما بتحضرش غير في المكان اللي عظمه مدفون فيه. ودلوقتي انت فهمت كل حاجة وعرفت الحقيقة، وقدامك اختيار من اتنين، يا اما تبقى معايا وتعيش للأبد، ولو بقيت ضدي هتدوق كل أصناف العذاب وهحول حياتك لجحيم. وبيقول صاحب القصة فجأة لقيت الشقة كلها اتملت تعابين ضخمة بتجري في كل مكان في الشقة، ولسه جاي يجري منها واهرب لقيتهم اختفوا مرة واحدة. وهنا لقيت حماتي او بالاصح الشيطان اللي متلبسها بيقول لي دي بس عينة صغيرة من اللي انا هعمله فيك قبل ما امشي من المكان هنا واخد روحك معايا. هخليك تختار الطريقة اللي انت تنتحر بيها، وبعد كده روحك هتكون ملكي ومش هتقدر تتخيل ايه اللي ممكن يحصل لك بعد كده. وقالت لي كده ودخلت الأوضة وقفلت على نفسها. بعد كده جرس الباب رن، لكني ما كنتش قادر أقف من مكاني. حسيت إن جسمي كله مشلول، مش قادر أحرك ولا عضلة من جسمي. ولقيت بعد كده مراتي دخلت عليا وقالت لي إيه يا محمد مش هتقوم تفتح الباب؟ قلت لها حاضر أقوم أفتحه. وفتحت الباب ولقيته كرولوس اللي كان جاي لي حسب الاتفاق اللي بينا. وأول ما دخل البيت سلم على مراتي، وبعد كده مراتي سلمت عليه ودخلت المطبخ. ولقيت كرولوس بيقول لي يلا يا محمد يلا نمشي من هنا بسرعة. قلت له ايه في ايه؟ قال لي تعالى بس هوريك حاجة، بس ما ينفعش ان انا اوريها لك هنا، تعالى يلا نطلع بسرعة من هنا. نزلت معاه وقعدنا على القهوة اللي هي قصاد البيت، والقهوة في الوقت ده من النهار بتبقى شبه فاضية. فقلت له ها يا كرولوس حاجة ايه اللي انت كنت عايز توريها لي؟ فقال لي بص يا محمد انا كنت شغال في امريكا في الصحافة، كنت بكتب في مجلة روحانية الكترونية اللي هي من ضمن المجلات اللي بتتنشر على النت، وكنت عامل في المجلة تقرير صحفي عن جماعة من بتوع عبادة الشيطان اللي انا كلمتك عنهم دول، وفي مجموعة انتحروا انتحار جماعي وسط طقوس غريبة وكده عشان يوهبوا ارواحهم للشيطان. والجلسة دي كلها متصورة فيديو، وانا نشرت الفيديو مع الخبر ده. وكان من ضمن الجماعة اللي انتحروا دول 2 مصريين
ام وبنتها. شوف كده الصورة دي يا محمد، دي صورة البنت وامها. البنت دي اللي انا شفتها عندك في الريسبشن في الشقة لما انت فتحت لي الباب. البنت دي هي كمان ميتة. وبيقول صاحب القصة لما شفت الصورة اللي معاه اتصدمت وقلت له مش ممكن، دي مراتي وحماتي. بس ولحد كده خلصت القصة، وانا زي ما قلت لكم ان القصة دي نهايتها مفتوحة او مجهولة وملهاش اي جزء تاني ولا ليها اي تكملة. التكملة بتاعتها انتوا اللي هتتوقعوها وتكتبوها في الكومنتات. وزي ما قلت لكم في البداية، صاحب اكبر عدد من اللايكات على الكومنت هثبت الكومنت بتاعه في الاول خالص، وفي الحلقة الجاية ان شاء الله هقول على اسم صاحب الكومنت ده. المهم ما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه، ولو انتم مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات. وان شاء الله اشوفكم على خير المرة الجاية في حلقة جديدة وقصة جديدة، واقول لكم مع السلامة.